السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة اتش دي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. أعلن دارة أجوت للمزادات في فرنسا بأن جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا كأفضل لاعب في كأس القدم سنة 2086 ستباع في المزاد العالمي. ولم يكشف دار أجوت عن السعر الذي سيبدأ به المزاد، علما بأن القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع النهائي كأس العالم سنة 1986 تم بيعه قبل عامين في مزاد مقابل 8.4 ملايين يورو. وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في 1986، حيث سجل مارادونا هدفا لا ينسى بيده خدع به حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون بعدما لمس الكرة بيده. وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة لمدة 35 سنة بعد سرقتها من الخزينة. وفي عام 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا بعد عدد من الجوائز الأخرى مقابل بضع مئات من اليورو دون أن يعرف قيمة هذه الجائزة المرموقة. وبعدها أثبت خبيرا هوية جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 60 سنة. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لتقديم المزيد إن شاء الله.